كمدير مشروع او كمديرة مشروع هنقف كلنا في سيتويشن محتاج اخد القرار في لحظة. اهلا بكم ولسه مكملين مع مهارات البروجكت مانجر، مع شخصية البروجكت مانجر وسكيل جديدة وهي a good decision maker. يعني ايه good decision maker؟ انا شخصيا بحب اترجمها ترجمة عجباني، عنده الجرأة على اتخاذ القرار، مش ان هو بيصنع قرار بصوره كويسه وعنده اناليتيكال مايند سيت حلو وقادر يحلل الدنيا وقادر يظبط الدنيا كويس وقادر يحسب كل حاجه. مش هو ده بالنسبه لي البروجكت مانجر القوي. البروجكت مانجر القوي هو اللي عنده الجرأه على اتخاذ القرار، مش بس على اتخاذ القرار والجرأه على ان هو يدافع عن قراره مع هوافر الناس اللي واقفه قدامه. بتتكلم مع توب مانجر، بتتكلم مع ناس خارجيين، بتتكلم مع جهات عليا، وات ايفر، قادر يقف لقراره وقادر يدافع عنه وقادر يحاول يقنع الشخص اللي قدامه بالقرار ده. ومش بس كده، وكمان عنده الجرأة على انه يتحمل عواقب قراره، ودي حاجة مش سهلة ومش هتلاقيها في كل الناس. 3 حاجات مرتبطين بالقرار: الجرأة على اتخاذ القرار، الجرأة على الدفاع عن القرار، والجرأة على تحمل عواقب القرار. كمدير مشروع او كمديرة مشروع هنقف كلنا في سيتويشن محتاج اخد القرار في لحظة، ومفيش حد تلجأ له، مفيش بابا اروح له واتاكد منه القرار ده كويس ولا القرار ده كويس ووحش. مفيش مجال للتردد. ايوه انت محتاج تاخد قرار دلوقتي، هتاخد قرار دلوقتي وتحمل عواقب القرار بتاعك. مش بخوفك، ولكن ده جزء من شخصيتك، قدرتي على ان انا احلل السيتويشن، يبقى عندي الجرأة على اتخاذ القرار. اوقات كتيرة بناخد قرارات صعبة، ولكن هو ده البروجكت مانجر وهي دي البروجكت مانجمنت، قدرة على اتخاذ القرار في لمح البصر، دماغه دايما صاحية، جرأته دايما سابقاه وقادر ياخد القرار بتاعه. اشوفكم تاني في فيديو ليه علاقة بشخصية البروجكت مانجر.